السلام عليكم، ازيكم مرة تانية؟ عاملين ايه في فيديو جديد؟ الفيديو النهاردة هكلمكم فيه عن ارخص تليفون من شركة شاومي نزل سنة 2023. بس قبل ما اكلمكم عن ارخص تليفون، حابب اقول لكم لو انت معاك فلوس احسن حاجة ان انت تجيب بيها تليفون مستعمل استعمال نظيف، علشان لما تدفع فلوس كتير جدا في تليفون في الاخر تحس ان هو تعبان او فئة متوسطة او اقل من ان هي تكون فئة متوسطة وسعره غالي، فحرام بصراحة. فالاحسن ان انت تستنضف تليفون كده محترم بسعر قليل احسن بكتير من ان انت تجيب تليفون جديد. خلينا بقى نخش في موضوع الفيديو بتاع النهاردة انا هكلمكم عن تليفون من شركة شاومي، ويعتبر ارخص تليفون نزلته شركة شاومي، وهو ريدمي A1 بلس. التليفون ده بصراحة من شاومي نازل بإمكانيات متواضعة حبتين تلاتة. أول ما تطلع التليفون ده من العلبة أول حاجة هتاخد بالك منها التصميم بتاعه، يعني التصميم شكله شيك بالخامات بتاعته. الخامات طبعا كلها من البلاستيك، والبلاستيك المصنفر عشان خاطر ما يجمعش معاك تراب وبصمات والكلام ده. وحاطط لك بصمة في ظهر التليفون مع الشكل الشيك بتاع الكاميرات. فالتليفون شكله انا بصراحة شايفه ان هو شكله حلو، وكمان وزنه 192 جرام والتخانة بتاعته 9.1 مللي، فحاجة كده خفيفة في ايديك. لو قلبت بقى التليفون على وشه وشفت الشاشة بتاعته، طبعا الشاشة بتاعته متواضعة جدا، وكمان شكل الشاشة بتاعته برضو متواضعة جدا مع الحواف اللي موجودة. مش الحواف اللي موجودة تحت بس، لا، في جنب الشاشة كمان. يعني الشاشة كلها تحس ان هي في برواز من الحواف. بس مش مشكلة، نشوف الامكانيات بتاعتها. الشاشة دي من نوع IPS LCD بحجم 6.52 انش، طبعا بدقة HD بلس مع نوتش صغيرة للكاميرا السيلفي. سطوع الشاشة طبعا مش هيبقى قد كده، اخره 400 نتس تقريبا، والتردد بتاع الشاشة دي 60 هرتز. فشاشة متواضعة جدا بصراحة الشركة حطها في التليفون ده. طيب بالنسبة ان احنا اتكلمنا عن الشاشة، يبقى لازم نتكلم عن الصوت. التليفون في الصوت ده طبعا مونو مش ستيريو، يعني حاطط لك شاشة زي دي احط لك سماعات ستيريو؟ لا يعني. وكمان السماعة بتاعت التليفون دي موجودة من فوق، مش محطوطة من تحت جنب السوكت بتاع 3.5 مللي. بس في حاجة برضه هقولها لكم في الصوت، ان الصوت بتاعها بصراحة قوي جدا ومفهوش اي مشكلة. هما حاطين سماعة متواضعة برضو، بس سماعة صوتها قوي جدا. نيجي بقى للأداء. التليفون ده أكيد مش موجه للجيمز. انت لو نزلت عليه لعبة بابجي هتلعب لعبة بابجي، بس هتتعبك وانت بتلعبها، تحس ان هي دايما بتقطع معاك. ممكن تنزل عليها ألعاب خفيفة، وفي نفس الوقت لو انت من هواة ان انت بتحب تنزل برامج كتير، ما تحاولش ان انت تشغل برامج كتير في الخلفية. ولما تيجي تنزل برامج، نزل برامج كلها لايت، علشان خاطر التليفون ده جاي بمعالج هيليو A11، وده معالج رباعي النواة طبعا بتكنولوجيا 12 نانومتر. فحاجة تعبانة قوي، يعني يمشي معاك الدنيا لو انت استخدامك تليفون بقى صور شغل حاجات خفيفة. انما العاب ما اعتقدش ان هو يدي معاك الاداء اللي انت عايزه. بس الجميل في شاومي ان هي حاطالك نسخة مخففة من اندرويد 12 اللي هي اسمها جو اديشن. دي نسخة خفيفة علشان تقدر تشغل لك البرامج بتاعتك وانت مش حاسس بأي لاج او حاسس بأي تهنيج يحصل فيها. نيجي بقى لنقطة البطارية. البطارية في التليفون ده 5000 ملي أمبير، بطارية كويسة هتقضي معاك اليوم كله طبعا، مفيش أي كلام. بس للأسف التليفون ده معاه شاحن 10 واط هيشحن لك التليفون كله في 3 ساعات، طبعا بمنفذ مايكرو USB 2 اللي هو المنفذ القديم بتاع سامسونج اللي احنا بنقول عليه شاحن سامسونج. نيجي بقى لنقطة الكاميرا. التليفون جايب كاميرتين في الخلف وكاميرا سيلفي. الكاميرتين اللي في الخلف، أول كاميرا معانا 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0. تاني كاميرا دي كاميرا ثانوية ملهاش أي 30 لازمة بصراحة. بالنسبة للكاميرا السيلفي جاية بدقة 5 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.2. بص انت هتاخد تصوير معقول بالكاميرتين دول، بس مع الضلمة أو مع الإضاءة الخفيفة، مش الإضاءة القوية. إضاءة قوية مش هتلاقي حاجة طبعا. الإضاءة الخفيفة هتحس إن في بكسلة كبيرة جدا في الصور دي. مع الإضاءة القوية مش هتحس بالبكسلة دي، وتحس إن الصور طالعة ممتازة من الكاميرا دي. وبالنسبة للفيديو، التليفون بيصور فيديو لحد 1080 مع 30 فريم في الثانية طبعا، ومفهوش مثبت إلكتروني ولا مثبت بصري، وكمان مفهوش مايك عازل للضوضاء. يلا يا عم فوق البيع. خد بقى دي. بالنسبة بقى للمستشعرات، التليفون مفهوش الاي ار اللي احنا متعودين عليه، التليفون مفهوش NFC، التليفون فيه المستشعرات بتاعته موجودة، سواء مستشعر التقارب
او مستشعر الضوء موجود من خلال السوفت وير، وبيشتغل كويس ما فيهوش مشكله، بس اكيد في النص هيعلق منك وهيضايقك والكلام ده. فلما يعرفش مستشعر المكالمات اللي هو لما تيجي تحط التليفون على ودنك يقفل اوتوماتيك، مستشعر الضوء اللي بيتحكم في سطوع التليفون اوتوماتيك، فدول موجودين سوفت وير في التليفون مش هاردوير. اخر حاجه بقى سعر التليفون ده سعره رسمي في السوق 3000 جنيه، بس انت هتلاقيه من 3000 ل 3000 ونص على حسب التاجر ما بيستهبل يعني. والنسخه اللي موجوده في التليفون ده 32 جيجا ذاكره مع 2 جيجا رام، وطبعا نقدر نحط له شريحتين زائد كارت ميموري. طيب التليفون ده بقى موجه لمين ومش موجه لمين؟ لو انت حابب ان انت تشتري تليفون زي ما قلت لك في اول الفيديو، زود شويه حاجات بسيطه وهات لك تليفون مستعمل، حاجه نظيفه كده تقدر ان انت تعتمد عليها في كل حاجه. اما لو انت حابب تجيب تليفون لابنك الصغير، حابب تجيب تليفون لحد ما بيهتمش بالالعاب، حد ما بيهتمش بان هو معاه حاجات ضخمه، مجرد ان هو يقول الو ويصور صوره صغيره صورتين ثلاثه كده على الماشي، هات له التليفون ده، سعره كويس وبرضه بتجيب له حاجه جديده يستعملها ويكون مبسوط بيها. اما ليك انت شخصيا بقى اللي قاعد فاضي وبتحب اللعبه والكلام ده، لا التليفون ده مش ليك، ما تجيبوش طبعا يعني. كده اكون وصلت معاك لنهايه الفيديو، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام.